تبع الغرزة. تبع الغرزة. السلام عليكم. أهم ما ميز الجمعة اللي تعدت الزيارة اللي أداها السيد رئيس الجمهورية إلى الصين أو إلى جمهورية الصين الشعبية في إطار دعوة لحضور مؤتمر اقتصادي عربي صيني. ما كانتش زيارة دولة بالمعنى المتعارف عليه، لكن الزيارة هذه أسالت برشا حبر وربطوها بزيارة وزير خارجية روسيا لتونس اللي عندها 6 أشهر تقريبا، وزيد ربطوها بتحول السيد رئيس الجمهورية لإيران في إطار التعازي، وبداو يحكيوا على تقارب تونس من الشرق مقابل التخلي على التحالفات التقليدية متاعها مع الغرب. وفما حتى شكون بدا يسرسط في المشاريع اللي باش تعملهم الصين في تونس، كيما الكياسات والسدود والمطارات والموانئ وملاعب رياضية. واسمع يلي ما سمعتش، بلادنا باش تولي جنة على وجه الأرض بفضل الصين. وهذا الكل اللي نحكي لكم عليه تروج فيه صفحات فيسبوكية. أي عاد قلنا خلينا ناخذ المعلومة من المصدر متاعها، واعتبرنا انه البيان المشترك الصيني التونسي والمنشور على صفحة رئاسة الجمهورية هو اللي يعطينا الصحيح. ايش لقينا اعلان نوايا لا اكثر. لقينا اعتراف متبادل باستقلال القرار في الدولتين، واعتراف متبادل زاده بالسياسه المتبعه عنا وعندهم. يعني كل ما قاعد يتقال على انحياز تونس للجانب الشرقي والكم الهائل من المشاريع الكبرى المستقبليه ما فماش منه حسب المصدر الوحيد اللي عنا. وما زلنا والا ما زال البعض منا ما شعفش من الوعود اللي طلعت زيفه، كيما التيكاد مشاريعها اليابانيه بالجمله، ولا قمه الفرنكفونية واستثماراتها اللي بلاش حساب. يعني في الحقيقة فما قمم أخرى اتعملت في تونس ولا شاركت فيهم تونس البرة، وفيهم قفة متاع وعود، لكن مرينا منهم حتى شيء. عاد شوية هدايا من فضلكم، راهو اللي يزرب خبزته ياكلها عجين، واحدة واحدة كما قاعدة تعمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، خطوة خطوة والمبات في سيدي الهاني. والمهم تعمل خدمة صحيحة. ما هو المتحدث الرسمي باسمها السيد محمد التليلي المنصري قال في لقاء إذاعي إنه القرار الترتيبي الخاص بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية راهو حاضر، وباش يصادقوا عليه في اجتماعهم الأخير لنهار السبت، يعني نهار السبت ولت البارح. وفي نفس الاجتماع اللي باش يصادقوا فيه على نتائج الانتخابات الدورية لمجالس الأقاليم والجهات. لكن لحد الساعة هذه مازلنا ما نعرفوش شنية هالترتيبات اللي باش يصادقوا عليها، خاصة إنه فما جدل كبير بخصوص احتمال إضافة البطاقة عدد 3 الملف المترشحين، واللي برشا من المحللين والمتابعين اعتبروا انها طريقه لاقصاء مجموعه من المترشحين. بالطبيعه وللاسف ما فماش اسبوع يتعدى ما فيهش ايقافات والا صدور احكام. الجمعه اللي فاتت كان الحكم ب8 أشهر على مريم ساسي من الدستوري الحر، وكانت هيئه الدفاع متاعها عملت نقطه اعلاميه تحدثت فيها على الاخلالات وتجاوزات على حد تعبيرها، واعلنت انها باش تستينف الحكم. ربي يحمي بلادنا، هذا اللي نختموا به وللحديث بقيه.